اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الايام المفترجه اللي احنا فيها. رجب هل علينا، عقبال شهر رمضان ما يجيلكم بالخير والصحه والهنا يا رب العالمين. دي قناتي انا ياسمين مصري. لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا اشتراك وتعملوا متابعه وتكتبي لي تعليق حلو بدعوه حلوه كده لاولادي بصالح الحال والتوفيق يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الفيديو اللي قبل دوت عملت لكم فيديو بناء على تعليقاتكم ميزانية 2000 جنيه للشهر كله. ايوه 2000 جنيه للشهر كله، شامله ميه كهرباء انبوبه. في الفيديو اللي قبل ده اتفرجوا عليه. في الفيديو دوت هعمل لكم بقى ميزانيه 500 جنيه للاسبوع. احد المتابعين بعت لي ازاي اظبط بيتي ب 500 جنيه بس في الاسبوع. انا هقول لك ازاي تعملي اكل طول الاسبوع بال 500 جنيه ديت. بس الاول نصلي على سيدنا محمد في تعليق كده اهوت، وتعملي اشتراك ولايك للفيديو. عندنا معانا 500 جنيه. جوزك كده اداكي 500 جنيه وقال لك هتعملي فيها ايه؟ اول حاجه هنجيب الايه البقوليات. ال 100 جنيه ديت هنجيب منها كيلو رز واحد ب25 قولي، وكيلو مكرونه ب25، ومثلا ربع شعريه وربع لسان عصفور وربع عدس. تمام، يبقى كده عندنا كيلو مكرونه وكيلو ايه مكرونه وكيلو رز ب50 وربع عدس ب15 وربع شعريه قولي برضو بتاع 10 وربع لسان عصفور وقولي ربع عدس اسود. تمام، دي اول 100 جنيه. تمام، ال100 جنيه التانية هننزل بيها. ممكن نجيب فرخة بحدود مثلا كيلو 2 كيلو، هتعمل لنا 160 جنيه. الفرخة دي انا ممكن اعملها على 3 اكلات، او ممكن اعملها على اكلتين على حسب عدد الاسرة. لو انت مثلا فردين اعمليها على 3 اكلات، اقسمي الصدر لوحديه كل ربع اكلة، وخدي ايه بقيه الفرخه اكله. لو انتوا اكتر من فردين يعني 3 افراد او 4 اعمليها على الاكلتين. خدي الوركين والاجنحه والحاجات اكله لوحديها واطبخي عليها وطلعي شوربه. وخدي الصدر برضو ممكن تعمليه على اكله او اكلتين، كده يبقى معانا قولي 3 اكلات فراخ. يبقى كده معانا 160 جنيه، هيتبقى منها 40 جنيه. ال40 جنيه ممكن اجيب بيها فاصوليا بيضه. ممكن اجيب ب10 بس. ايوه هتجيبي ب10 جنيه فاصوليا، ايوه على قدي. ال10 جنيه هتعمل لك طبخه فاصوليا حلوه كده ممكن تكفيكي يومين. تجيبي ب20 جنيه فول مدمس. احنا اتفقنا مع بعض عشان نوفر ما نشتريش فطار من بره. هاتي ب20 جنيه فول مدمس. ال20 جنيه يعتبر نص كيلو فول ب20 جنيه. هتدمسيه وهيقعد معاكي، ممكن يقعد معاكي شهر بحاله، لان انت حابه قد كده فول. لما تدمسيهم هيعملوا معاكي حله، هتقسميهم على 10 اكياس هيكفوكي بتاع 20 يوم. تمام. ال200 جنيه التانية. يبقى كده احنا جبنا فراخ. تمام، الاسبوع ده هنجيب فراخ. الاسبوع اللي بعد هنجيب لحمه مفرومه. اسبوع هنجيب مثلا كيلو لحمه راس على حسب عدد الاسره. الاسبوع اللي بعده مثلا هجيب كبد وقوانص او كبده شرايح. كل اسبوع تنوعي. ال100 جنيه ال200 جنيه اللي معايا ديت هاخد 100 جنيه واحده. هعمل منها ايه بقى؟ هجيب 2 كيلو بصل، 2 كيلو بطاطس. البصل دلوقتي ب12 ونص، 2 كيلو ب25. 2 كيلو بطاطس كيلو ونص دلوقتي البطاطس ب10 هيعملوا 20، يبقى كده 45. هجيب مثلا ب20 جنيه طماطم. هجيب وافرز كده طماطم 2 كيلو افرزهم و2 كيلو اسبكهم واخليهم. يبقى كده كام؟ 45 و20 جنيه طماطم 65. هتبقى معايا بقى ممكن نجيب فلفل، ممكن نجيب خيار، نجيب خس، نجيب بطاطا نحطها في البيت. انا هعمل لكم فيديو لوحديه ازاي توفري في البطاطا. احنا كنا بنجيب البطاطا نعملها 3 كيلو كده مره واحده في الفرن او 4 كيلو في الفرن، ما ده تعتبر تبذير. ليه اما اجيبش كيلو يعني اجيب 4 كيلو واخليهم في البيت، الحاجه في البيت بتنفع. واخد كيلو هعمل لكم وصفه سحريه ببطاطتين بس تاكلي البيت كله بطاطا. البطاطا المكرمله ديت تحفه. وهتوفري كمان، يعني ممكن 2 كيلو بطاطا او 3 كيلو بطاطا تقعدي تاكلي فيهم لمده 10 ايام. وتحدي عامله لكم في فيديو لوحده ان شاء الله. كده معانا 100 جنيه خدناها، جبنا بيها بصل طماطم بطاطس الخضار كله. هيبقى معاكي حلوه 100 جنيه تانية. ال100 جنيه التانية دي زياده بقى، اخدها اشيلها على جنب. اخدها يبقى كده احنا قلنا فرخه، وقلنا البقوليات وقلنا الخضار وقلنا كل حاجه. هيبقى معانا 100 جنيه. عايزه ازود رز، عايزه اجيب سكر، عايزه اجيب نص كيلو سمنه، عايزه اجيب زيت. كده انا معايا 100 جنيه زياده اعمل بيها اللي انا عايزاه. تمام، يبقى كده ال100 جنيه التانية اللي معانا هنحوشها بقى، او نجيب بيها حاجة زيادة، او نجيب بيها حاجة نركنها في البيت سواء سكر او زيت او سمنة. كده معانا 100 جنيه وصرفنا 400 جنيه في اسبوع واحد. لو مشيتي على النظام دوت هتصرفي بتاع 1600 جنيه في الشهر، وهتحوشي 400 جنيه كمان.
يبقى احنا كده في الفيديو دوت قلنا لو معاكي 500 جنيه هنصرف 400 وتتبقى 100 رز ومكرونة، و100 قلنا فاصوليا ولوبيا وعدس اسمر، و100 بطاطس وطماطم وفلفل وخيار، و100 بروتين بقى. عايزه بقى تجيبي بروتين نص سجق ونص لحمه مفرومه ونص كبد وقوانص او ربع كيلو وتطبخي بيهم. عايزه تجيبي فرخه زي ما انا قلتلك 2 كيلو على بعض تكفيكي الاسبوع كله يبقى احسن. ده الفيديو بتاعنا النهارده، ولو الفيديو عجبك اكتبي لي تعليق حلو وادعي لي دعوه حلوه بصالح الحال ليا ولزوجي ولاولادي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.